السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة يوميات أم حبيبة أسوان بترحب بيكم حبايبي مشاهدين ومتابعين من جميع أنحاء العالم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. هنا بقى غسلت السجادة على الناشف، اللي هي الخلطة بتاعتنا بتاعت السجادة، اللي هي بيكربوناتو وصابون سائل ومية سخنة وخل وحباية، ورشينا على السجادة قبل كده ملح. ليه بقى؟ علشان خاطر تبقى السجادة نظيفة. ده في الشتاء بقى بنغسل كده، انما في الصيف بنغسلها بالمية عادي. اغلبية الوقت انا كنت بغسلها كده في الشتاء عشان خاطر تنضف في نفس المكان. ادي هنا العيال بطبق الغسيل بتاع الهدوم بتاعتنا. ده روتين يومي تشجيعي، يعني روتين يومي بالنسبة لست البيت. يعني ممكن تعملي كل حاجة في نفس اليوم بنظام يعني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. ربنا يكرمنا يا رب العالمين ويكرمكم، يجعل ليكم السعادة والصحة. ادي بعد ما طبقت الهدوم بقيت انفض في السراير طبعا بنفض. يعني كل حاجة بتعمليها بسهولة بنظافة زي ما انت عايزة، بتنفضي كل حاجتك وبتمسحي وبتكنسي بسم الله ما شاء الله يعني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا يكرمنا جميعا يا رب العالمين ويدينا الصحة ويبارك فينا وفي أولادنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. ربنا يكرمنا يا رب العالمين ويسدد ما علينا، وبيتنا ده إن شاء الله بإذن الله ربنا يستر معانا ويسهل لنا الأمور ويبقى ملكي. ادعولي إن ربنا يسهل لي الأمور والبيت ده يبقى ملكي إن شاء الله بإذن الله. وانا بقى جيت عملت ايه بقى؟ عملت النيش كده، ظبطت المواعين بتاعتي في النيش علشان شكله يبقى جميل. نظفته يعني، نفضت التراب وظبطتهم الحمد لله ولله الحمد. اللهم دم علينا نعمة يا رب العالمين، وبارك لينا يا رب في صحتنا وعافيتنا يا رب وفي أولادنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. هذا انا هو بضحك، العيال بتضحكني زي ما انتوا عارفين، بقعد ورا الكاميرا كانوا بيضحكوني. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا يبارك فينا وفي اولادنا يا رب، ربنا يطرح فيهم البركة يا رب العالمين، يطلعوا بارين ان شاء الله باذن الله. بصوا المنظر بقى، يعني الواحد لما بيكون منظف حاجته وحاجته بتبقى نظيفة فالعين في عينك بتبقى مرتاحة. احنا بنقول يعني ان الواحد ينظف مكانه عشان عينه تبقى مرتاحة لما يجي يشوف الحاجة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. حتى العيال بيحطوا اللعب بتاعتهم، شايفين؟ ما شاء الله ولله الحمد، الحمد لله ولله الحمد. ربنا يا رب يوفقنا يا رب ويسترها معانا. هنا بقى كان عندنا في يوم جبنا عملنا وطبخنا برضو، وطبخنا وطلعنا منها لله سبحانه وتعالى الوجبة دي. ادي عملت سلطة وادي العلبة اهي اللي واخد باله يعني، وعملت سلطة وعملت رز ولحمة يومية وطلعت منها. ربنا يا رب العالمين يسترها معانا ومعاكم ان شاء الله بإذن الله يا رب، اللهم امين. والحمد لله رب العالمين اللي رزقنا، ربنا يرزقنا جميعا رزقا حلالا طيبا مبارك فيه. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، ما نقص مالا من صدقة. يعني كل ما تطلعي صدقة كل ما ربنا يكرمك ويزيدك أحسن. ما نقص مالا من صدقة، كل ما تودي كل ما الدنيا تبقى معاك مرتاحة والحمد لله. بعد ما خلصنا بقى طبعا كان في ناس بره طبعا اللي اديتها العلب، وغير الناس اللي اكلت مثلا، يعني غير الناس اللي اكلت قدام الباب، وغير في ناس طبعا ما جاتش اديتها علب. الحمد لله ولله الحمد، ربنا كرمنا وربنا يكرمنا يا رب جميعا زي كده وتطلعوا صدقة. وادي هنا بقى بلم المواعين، بلم المطبخ يعني بنظف المطبخ بتاعي
بغسل حاجتي ولله الحمد والحمد لله رب العالمين. دي حبيبة بقى تلم المواعين، يعني ايه، انا كنت انا بغسل واصبر واشطف وهي بتودي في المطبخ. الحمد لله ولله الحمد. ربنا يسترها معانا ومعاكم يا رب العالمين، ويكرمنا ويكرمكم يا رب، ويجعلها صدقة جارية إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. فعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك واكسبلور. بسم الله ما شاء الله. ربنا يكرمنا يا رب العالمين ويكرمكم يا رب ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا إن شاء الله بإذن الله من الصالحين النافعين يا رب العالمين، ويجعل أولادنا من الصالحين النافعين ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. ربنا يكرمنا يا رب العالمين ويكرمكم ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله ولله الحمد. إن شاء الله بإذن الله المرة الجاية الصدقة بتاعتي هعملها هجيب كيلو لحمة إن شاء الله بإذن الله. أول يعني مقبض من قناتي إن شاء الله بإذن الله هقبض بإذن الله يوم الحد، لأن أنا النهاردة السبت وبسجل الفيديو ده عشان خاطر ينزل بكرة. طبعا زي ما انتوا عارفين يعني أنا بسجل قبلها بيوم أو بيومين وبنزلهم على القناة. ان شاء الله باذن الله رب العالمين برضو هشتري كده واعمل صدقة جارية تاني، وربنا يا رب العالمين يكتر من صدقاتنا، وربنا يكرمنا يا رب جميعا، وما فيش حد يعني ماله بينقص من صدقة. وبشكر جميع اصحابي وحبايبي اللي مشجعيني، وبشكر كل من ساهم معايا وساعدني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بشكركم جميعا يا فواعل الخير. ربنا يسهل لكم اموركم يا رب ويسعدكم ويسعدنا ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ولله الحمد. ربنا يكرمنا يا رب العالمين ويكرمكم ببركة لا اله الا الله محمد رسول الله. شايفين المطبخ كان ازاي وبقى ازاي؟ طبعا كل ما تحط ايدك وتنظف حاجتك الحاجة بتنضف لوحدها. الحمد لله ولله الحمد. ربنا يسترنا يا رب العالمين ويستركم، آمين يا رب العالمين. ربنا يبارك في أصحابي وفي أولادي وفي عيالي، ويجعلهم بارين بيا يا رب العالمين أولادي، ويحسن التربية يا رب. اللهم آمين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكل ما تطبخي وتيجي تعملي أكل تقولي إيه، تجري آية إلاف قريش، علشان ربنا يبارك لك في رزقك وفي عيشك وفي أكلك وفي كل حاجة. وتجري برضو وتجري برضو آيات كتيرة عن القرآن، تجري قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس والفلق، عشان ربنا يبارك لك يعني وفي حاجتك، وتحمد الله وتشكري فضله. بص بقى المنظر بتاع معلش الكاميرا هي بتتهز لأن في التليفون أنا كنت ظبطاه لقيته واجع يعني على المنظر على اللي أنا كنت حاطاه. الحمد لله ولله الحمد. ربنا يبارك في أولادنا وفيكم يا رب ويجعلهم بارين بينا. وبشكركم جميعا حبايبي فواعل الخير. ربنا يبارك فيكم يا رب ويسهل لكم أموركم. الحمد لله ولله الحمد. وادي آخر حاجة بقى ايه، طبعا العيال بقى بوظوا، عشان طبعا كان أغلبيتهم عيال صغيرة اللي كانت تاكل بره معانا يعني، والحمد لله. وأنا بحب أصلا العيال الصغيرة اللي تيجي تاكل. الصغيرين بيبقوا فرحانين وبصدق، فأنا بحب العيال الصغيرة لما تكون في عندي لما بعمل يعني صدقة أو أكل وكده. بحب العيال الصغيرين هي اللي تاكل معانا. العيال الصغيرين اللي بتبقى صادقة وما بتتجلعش على الأكل وبتاكل يعني بحب، فبتوصل لصاحبها، بتوصل يعني اللي انت ناوية انك انت تطلعوا له الصدقة. الحمد لله ولله الحمد. والأطفال أحباب الله. طبعا لما دخلوا عملوا في الحمام طبعا غسلوا ايديهم وبتاع، طبعا التراب بقى جا معهم داخل جوا، فأنا برضه حبيت اخد الحمام معايا واشطفه معايا بالضبط. الحمد لله ولله الحمد. اللهم دم علينا نعمة يا رب العالمين واحفظها من الزوال. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا أنا يا جماعة بصور الأول حتى بعد كده بسجل، عشان ما ينفعش إن أنا أتكلم أصلي على النبي في الحمام ولا أذكر الله في الحمام. سبحان الله ولا إله إلا الله والحمد لله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا. اللهم ارزقنا رزقا طيبا
مبارك فيه. ربنا يرزقنا جميعا يا رب العالمين وإياكم، ويبارك فينا وفي أولادنا وفي جميع من يحبنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. كل يوم جديد مع قناة يوميات أم حبيبة أسوان إن شاء الله بإذن الله. اللهم بارك فينا وفي صحتنا يا رب العالمين، وإن شاء الله قناتي تكبر بيكم حبايبي وأصحابي. لايك واشتراك وكومنت.